ولا فنجان هيغيره ولا اي حاجه من دي هتغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال للي بيصدق في العرافين: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما او فصدقه يعني بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ليه؟ لانك صدقت ان في حد بيعرف الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى، وده نوع من انواع الشرك، ده اخطر من مجرد لعب او فضول او متابعه لمجرد التسليه، ده تعلق وشرك صغير وتسليم عقل لشخص جاهل، شخص كذاب نصاب منجم. لو الانسان بيعرف الغيب كان اختار واقع تاني. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايضا في سوره الاعراف الايه 188: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني فازاي بقى كوثر اللي بتقرا فنجان، ولا ام دعاء اللي بتقرا الكهف، ولا ملكه التاروت وملكه الارواح والكلام اللي احنا بنشوفه ده هتقدر تعرف عن حياتك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى واكتر من نبيه؟ يعني ازاي تيجي بعقلك؟ الناس بتتعلق دايما بالابراج وبالقرعين الطالع والفنجال والتارو والامور دي عشان فاقدين الامان وفاقدين الثقه في ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن الدين، بعاد قوي، يعني بما خايفين من بكره. بس الحقيقه الطمانينه يا جماعه مش في الابراج ولا في قرع الابراج، الطمانينه في التوكل على الله والدعاء والتقرب الى الله والسعي والتعب والمجهود عشان تلاقي، والرضا بما قسم الله ليك، والثقه في حكم ربنا سبحانه وتعالى خيرا كان ام شر. مش في كلام عشوائي مكتوب لاي حد ويناسب اي حد. ولو كان اللي بيشوف الفيديوهات دي 5000 واحد، فهي ممكن تناسب 200 300 واحد اللي بيدخلوا يكتبوا في الكومنتات فعلا وحصل، وانت اللي جاهد وانت جامد وانت ما حصلتش وانت مكشوف عنك الحاجات، والباقي ما حصلش معاه. الناس بقى اللي بتتاثر بالكلام ده، فتلاقي في زوجه بتروح تغير تصرفها مع زوجها لان التارو قال لها ان في طرف ثالث وطرف رابع وطرف خامس واطراف غريبه واخطبوط وكلام كده. نفس الفكره يقول لك انت الفتره الجايه انت هتفقد شغلك، فتلاقي ان انت بتهمل في شغلك وبتكسل عن شغلك ففعلا بتفقده. تفاءلوا بالخير تجدوه، وقانون جذب الطاقات الحقيقي في الحياه وفي العلم اللي بنيت عليه فعلا تفاءلوا بالخير تجدوه، ان انت فعلا لما هتشوف الحاجه خير هتجيلك خير، ولما تشوفها شر هتجذب الشر ويحصل، وهتتكاسل وهتوصل للشر ده. تلاقي الزوج اللي بيتقال له انت زوجتك خاينه وانت في بيتك كذا وفي طرف ثالث ورابع وخامس وعاشر، بيروح يقعد يتخانق مع زوجته ويقعد يعمل تصرفات غريبه. وقيس بقى على ده امثله كتير عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. فيا جماعه ارجوكم، الابراج مش هتغير مصيرك، والله ما هتغير مصيرك، والفنجان اللي انت بتشوفه ده مش هيكشف مستقبلك، والطاقات دي مش هتحميك من القدر ولا هتحميك من شيء بيحصل حواليك. ابعد عن كل اللي بيدعي انه بيعرف الغيب ارجوك. ولان اول طريق الضياع على فكره انك تسلم عقلك وعلمك ودينك ومستقبلك لحد غير اللي خلقه. فانت لو شايف ان الكلام ده مهم والموضوع ده فعلا انتشر، فارجوك